بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد اليوم ان شاء الله مراجعة رياضيات للصف التاسع. خلينا نشوف المثال الاولاني. هنا بيقول لي اذا كانت س بتساوي -2 وتساوي 3 و4 و7، وكان التطبيق اللي عندي د من س الى ص، حيث دالة س بتساوي س تربيع زائد 3. دي تهمني جدا لان دي القاعدة. يقول لي اوجدي مدى التطبيق د، وبعدين بيني لي نوع التطبيق من حيث كونه شامل او متباين او تقابل مع ذكر السبب. خليني هاخد القاعدة بتساوي س تربيع زائد 3. طبعا س هنا هتمثل لي المجال، والصاد هتمثل لي المجال المقابل، لان الداله اللي عندي التطبيق اللي عندي من س الى ص. ونبدا نعوض فيها. هجيب داله -2 واجيب داله الصفر واجيب داله الواحد، وخلينا نحسب كل واحده هتساوي كام. خلينا نستبدل كل س ونكتب قيمتها. -2 تربيع زائد 3 فهتديني 7، وهنا عندي هيبقى 0 تربيع 1 تربيع زائد 3 هيديني هنا 4. إذا المدى اللي عندي عبارة عن الصور اللي طلعت 7 و3 و4. يبقى ده كده بالنسبة للمطلوب الأولاني أنا حصلت عليه. خلينا نشوف بقى نوع التطبيق. أول حاجة التطبيق اللي عندي هيكون ليه تطبيق شامل؟ لأن عناصر المدى هي نفسها عناصر المجال المقابل الصاد. هنا 7 و3 و4، نطلع هنا أدي 7 وأدي 3. التطبيق اللي عندي شامل. السبب اللي عندي لأن المدى يساوي المجال المقابل. كمان التطبيق اللي عندي هيعتبر تطبيق متباين. ليه متباين؟ لأن الصور اللي عندي كلها مختلفة، يعني دالة -2 ب7، دالة الصفر ب3. صور عناصر س كلها مختلفة، فهروح أقول كده إن التطبيق اللي عندي تطبيق متباين. ليه متباين؟ دالة -2 لا تساوي د صفر لا يساوي د 1. صور العناصر كلها مختلفة. بما ان التطبيق شامل ومتباين فاقدر اقول عليه ان هو تقابل. يبقى التطبيق اللي عندي بيمثل لي تقابل. ليه تقابل؟ لانه شامل. خلينا نشوف المثال التاني اللي عندي. بيقول لي اذا كانت س بتساوي -1 و1 و2، والصاد عبارة عن 1 و4، ودال أو التطبيق اللي عندي من س إلى ص، إذا س هتمثل لي المجال والصاد هتمثل لي المجال المقابل. القاعدة اللي عندي د س هيساوي س تربيع. يلا أول حاجة هروح أكتب القاعدة اللي عندي إن د س بتساوي س تربيع، وأبدأ أعوض بعناصر السين اللي عندي كلها، اللي هي د -1 -1 تربيع هيساوي 1، و1 تربيع هيساوي بعد 1، 2 تربيع هتساوي. المدى اللي عندي هنا هيساوي 1 و4. العناصر اللي ظهرت عندي طبعا ممنوع تكرار العنصر مرتين، فكتبت الواحد مرة واحدة فقط. خلينا نشوف نوع التطبيق اللي عندي. التطبيق اللي عندي هسميه تطبيق شامل. التطبيق اللي عندي تطبيق شامل. ليه شامل؟ لأن المدى يساوي المجال المقابل. هنا 1 و4، وهنا كمان 1 و4 المقابل. طيب في صورتين نفس الشيء، دالة -1 ودالة 1 بيعطوني نفس العنصر 1. إذا التطبيق اللي عندي غير متباين. يبقى هنقول هنا تطبيق متباين أو ليس متباين. ليه غير متباين؟ هقول لأن صورة -1 أو د -1 بتساوي صورة أو د صورين عندي نفس الشيء. بما إنه غير متباين إذا التطبيق ليس تقابل. التطبيق اللي عندي ليس تقابل. ليه ليس تقابل؟ عشان يكون تقابل لازم يكون شامل ومتباين معا. يقول لي هنا ارسمي لي بيان الدالة ص بتساوي س ناقص 2 الكل تربيع، مستخدمة بيان الدالة ص بتساوي س تربيع. خلينا نرسم مع بعض. نشوف الصاد المناظرة. هنكتفي ب5 قيم، 0 و1 و2، وهنا -4 هتديني 4، و1 تربيع بيساوي 1، وهنا 0، وهنا تربيعها هيساوي 1، وهنا تربيعها بعدها هيساوي 4. محاور الإحداثيات بالشكل ده. نقطة الصفر هنكتب على كل خط وليس داخل المربع عشان التمثيل يبقى صح. الأعداد اللي عندي 1 2 3 4
سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. هنا 1 2 3 4 5 6. يلا نشوف. لما السين عندي ب2 كانت الصاد بتساوي 4. ادي السين ب2 همشي لما اوصل لل4. لما السين عندي كانت ب1، لما السين كانت بصفر الصاد كانت بصفر. لما السين كانت بسالب 1 الصاد كانت ب1. لما السين كانت بسالب 2 وابدا اوصل الداله اللي عندي بالشكل ده. كده بتمثل لي الداله ص بتساوي س تربيع. طيب انا الداله اللي عندي اللي عايزه ارسمها ص بتساوي س ناقص 2 الكل تربيع. معناها ان هي ازاحه وحدتين يمين. يبقى تاني ص بتساوي س ناقص 2 الكل تربيع. الناقص 2 دي الداله وحدتين يمينا. هعكس الاشاره، لو كان موجب او زائد يلا خلينا ناخد كل نقطه من النقط اللي عندي واحركها وحدتين ناحيه اليمين. هنا ادي نقطه الصفر، هنا 1 2، فهتبقى عندي النقطه هنا بالشكل ده 1. يلا بعد 1 2 1 2 هنا، ونبدا نوصل الداله بتاعتنا بالشكل ده. طبعا هنقول هنا شويه ملحوظات كده بس. ملحوظه، لو انا عندي ص بتساوي س ناقص 2 الكل تربيع يمينا، لكن لنفرض ان انا قلت ص بتساوي س زائد 2 الكل تربيع، دي معناها طيب. واذا كان عندي ص بتساوي س تربيع زائد 2 دي معناها ازاحه. واذا كانت ص بتساوي س تربيع ناقص 2 دي معناها ازاحه وحدتين. لا، بيقول لي هنا عيني صور رؤوس المثلث أ ب ج، حيث الألف عندي عبارة عن 4 و1. خلينا نكتب النقطة الأصلية. ألف عبارة عن 4 و3، والجيم عندي عبارة عن 3 وسالب 2. تحت تأثير الدوران بزاوية قياسها 180. خلينا نشوف بعد الدوران بزاوية 180 درجة. الألف هيبقى صورتها ألف شرطة، وهنغير إشارات الإحداث السيني والإحداثي الصادي. باء هيبقى صورتها باء شرطة. الصفر طبعا له موجب وله سالب، وهنا هتصبح سالب 3 وموجب 2. بعكس الإشارات لا أكتر ولا أقل. يبقى أنا كده وضحت تأثير الدوران على الصور اللي عندي. خلينا نرسم 1. ادي الأربعة وامشي لما اوصل للعدد 1 يبقى دي كده نقطة ألف. الباقي عندي عبارة عن صفر، اوقف عند الصفر وامشي لما اوصل لل3 يبقى انا عندي دي نقطة، وامشي لما اوصل للسالب 2 يبقى دي نقطة الجيم، وابدأ اوصل المثلث اللي عندي بالشكل ده. يبقى انا كده رسمت المثلث أ ب ج. خلينا نرسم صورته. ألف شرطة باء شرطة ج شرطة. الألف شرطة عبارة عن سالب 4 وسالب 1. باء شرطة. الجيم شرطة عبارة عن سالب 3 و2. ادي سالب 3 وال2 يبقى دي كده جيم شرطة. وابدأ اوصل. رسمت المثلث وصورته بدوران بزاوية قياسها 180 درجة بالشكل ده. هنا إذا كان عندي النقطة أ بتساوي 2 وسالب 3 والنقطة باء بتساوي سالب 6 و3، اوجدي طول أ باء. عشان أوجد طول القطعة المستقيمة أ باء عبارة عن إيه؟ الجذر التربيعي لمجموع فرق السينات تربيع وفرق الصادات تربيع. يعني هنا نكتب ص 2 ناقص ص 1. فين س 2 وس 1 وص 2 وص 1؟ هناخد النقطة الأولى وليكن احداثيها س 1، والنقطة الثانية وليكن احداثيها س 2 وص 2، وخلينا نعوض عن قيمة كل متغير بقيمته بالشكل ده. هشيل 6 ناقص س 1 عندي كانت قيمتها ب2 الكل تربيع، زائد ص 2 عندي 3 تربيع. الكلام ده هيساوي الجذر التربيعي سالب 6 وسالب 2 بسالب 8 تربيعها ب64 زائد ب36. إذا أنا عايزة أجيب الجذر التربيعي لل100 هيساوي 10. طبعا الآلة الحاسبة بتساعدني في الموضوع ده كتير. اوجد إحداث م منتصف أ ب.
عشان اجيب احداث المنتصف هجمع السينات واقسمها على 2 واجمع الصادات واقسمها على 2 س 2 والمجموع هقسمه على 2 وهجيب كمان صاد 1 زائد صاد 2 والمجموع هقسمه على 2 وخلينا نشوف الناتج هيساوي ايه. 2 عندي بسالب 6 لما اقسمهم على 2 الناتج هيديني سالب 2. 2 مع سالب 6 بسالب 4 تقسيم 2 بسالب 2. صاد 2 ب3 على 2 ناتج البسط بصفر. صفر تقسيم 2 هيساوي صفر. إذا م اللي هي إحداث المنتصف عبارة عن صفر بيمثل الإحداث الصادي ليها يبقى سالب 2 وصفر. بيقول لي هنا ما العدد الذي 80% منه هو 72. خلينا نبقى حافظين مع بعض إن النسبة المئوية اللي عندي، خلينا نعوض في القانون ده. القانون ده بيحل لي أي مسألة من نفس النوع، مجرد تعويضات مش أكتر. النسبة المئوية 80% معناها عايزين نحدد إذا كان ال 72 بتمثل لي الجزء ولا الكل. هو بيقول لي هنا منه، فالهاء دي بتمثل لي هي الكل، يبقى إذا الجزء 72. الكل أنا مش عارفاه فهفرضه بالرمز س. نبدأ طرفين في وسطين، يبقى س عندي هتساوي 100 ضرب هكتبها فوق في البسط وهقسم تحت في المقام على 8. نشوف الناتج هنا هيدينا ايه. على 8 فيها الواحد هنا فيها 9 هيساوي 9. أوجد السعر الإجمالي لأيباد ثمنه الأصلي 200 دينار ثم زاد بنسبة 15%. خلينا نكتب قانون السعر يساوي السعر الأصلي اللي موجود عندي وأقول ضرب أفتح قوس 100% زائد نسبة التناقص على حسب اللي عطوهولي في المسألة. خلينا نعوض بقى. السعر الأصلي عطوهولي كان قيمته بكام؟ ب200 ضرب 100%. استبدلها واكتب مكانها 15%. يبقى أنا عندي 200 ضرب الناتج هنا ب115%. لما هنا بيقول لي في الشكل المقابل أ ب ج مثلث قائم الزاوية في باء، وقال لي إن د في منتصف أ ج، خلينا نسوي علامات، وهاء منتصف أ ب، خليني أسوي هنا بعد علامات التنصيف. قال لي إن أ ب طولها ب6 سم، الباء ج عندي ب8 سم. باء تربيع يعني 6 تربيع زائد باء ج تربيع 8 تربيع. خلينا نشوف قيمتها بكام. 36 زائد 64 بيساوي جذر التربيع لل100 هيساوي 10 سم. يبقى أنا كده جبت المطلوب الأولاني اللي هو الألف دي. ماشي، أدينا استفدنا من المعطى الأول وجبت بعد كده. قال لي د في منتصف أ ج وهاء في منتصف أ ب. احنا عندنا نظرية بتقول إن القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي ضلعين في مثلث عايز الضلع الثالث وهتساوي نصه. طيب الضلع الثالث عندي ب8 سم، نص ال8 كام؟ 4. إذا د الهاء بيساوي 4 سم. طيب هنا د منتصف أ ج وهاء منتصف أ ب، يبقى إذا ب ج نص ال8 هيساوي 4 سم، ويبقى ده كده المطلوب التاني. بعد كده خلاص حصلنا على د الهاء. طالب مني باء د. بما ان الزاويه اللي عندي زاويه باء دي 90 درجه ود في منتصف أ ج يبقى متوسط، يعني طوله هيساوي نص أ ج. يبقى هروح اقول كده بما ان قياس زاويه باء بتساوي 90 موجوده في منتصف أ ج، يبقى اذا هستنتج ان باء د هيساوي نص، يبقى نص ضرب أ ج. أنا لسه جايباها من شوية كانت ب10، نص ال10 يبقى هيساوي 5 سم. المقابل هنا م نقطة تلاقي منصفات الزوايا الداخلية للمثلث أ ب ج. خلينا نستفيد من المعلومة دي. بما إن م نقطة تلاقي منصفات نقطة كده بنناقشها مع بعض. قال لي إن قياس زاوية أ عندي بتساوي 60 درجة، قياس زاوية أ ب م ب20. مع بعض المثلث الكبير أ ب ج. أنا أصبحت كده عارفة فيه زاويتين، زاوية ب60 وزاوية ب40. أعتقد إن أقدر أجيب قياس الزاوية
من 180 يبقى حصلت على زاوية ج كلها اللي هي 80 درجة. خلينا كده نكتب مع بعض. هنقول أول حاجة ناخد المعطى الأولاني زي ما احنا متفقين، باقي منصفات الزوايا الداخلية للمثلث أ. يبقى هستفيد من هنا ايه؟ إذا لو سميت الزاوية دي 1 وسميت الزاوية دي 2، يبقى إذا قياس زاوية 1 هتساوي قياس زاوية 2. هنرجع نقول بما أن مجموع قياسات زوايا المثلث بتساوي 180 درجة، عندي هتساوي 180 هطرح منها 60 زائد زاوية باء كلها هتبقى ب40. 60 زائد 40. طيب بما ان م نقطة تلاقي متوسطات المثلث اقدر اقول هنا ان قياس زاوية 3. نرجع نقول بما ان م نقطة تلاقي منصفات الزوايا 3 هتساوي قياس زاوية 4، هيبقى نصيب كل واحدة فيهم كام؟ هاخد 80 واقسمها على الاتنين فهيساوي 40. يبقى إذا في المثلث الصغير اللي داخل باء م ج أنا عرفت الزاويتين، زاوية ب20 وزاوية ب40. فهنقول بما إن مجموع زوايا المثلث ب180 درجة، باء م ج هيساوي 180 أطرح منها مجموع 20 زائد 40، الناتج هيساوي 120 درجة. الشكل المقابل هنا م نقطة تلاقي الأعمدة المرسومة من رؤوس المثلث ل ن ه. معنى إن هي نقطة تلاقي الأعمدة فهروح أحط هنا كمان 90 درجة لأنها عبارة عن أعمدة. وقال لي إن قياس زاوية ل م ه بيساوي 130 درجة. خلينا نشوف في البرهان هنا هنعمل ايه. هنروح ناخد المعطى اللي هو قايله لي في الأول، الأعمدة المرسومة من رؤوس المثلث. إذا لو سمينا دي زاوية 1 وسمينا دي زاوية 2، وهقول إذا قياس زاوية 1 هتساوي قياس زاوية 2. وبعدين هرد أقول بما أن قياس زاوية د م واو بتساوي قياس زاوية ل م ه. ليه بتساويها؟ السبب بالتقابل بالرأس. قياس زاوية د م واو هي كمان هتساوي 130 درجة. يبقى طلعوا معايا كده أنا عرفت دي ب90 وعرفت دي ب90 وعرفت قال قياس زاوية ن. طيب الزوايا دي كده موجودة أو بتمثل لي الشكل الرباعي، فهرجع أقول بما أن مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي بتساوي 360 درجة، يبقى إذا قياس زاوية ن هتساوي 360 زائد 90 زائد 130. يبقى الكلام ده هيساوي 360 ناقص هنا 180 هيساوي 50 درجة.